على سلسولي وضرب الشاس. راكم خوتي في هذه اللقطه هذه اللاعب المغربي الزلزولي اللي قدر انه يجيب ضربه جزاء لريال بيتيس ويعادل بها النتيجه امام سبورتينغ براغا. هنا كما كتشوفوا الدفاع ديال سبورتينغ براغا اللي كان غائب تماما وخلى المساحه الكامله اللاعب المغربي الزلزولي السريع بالسرعه ديالو قدر انه على ضربه جزاء اللي كانت واضحه ولا غبار عليها. تبارك الله على الزلزولي، السرعه ديالو كما قلنا هي اللي دارت الفريق ريال بيتيس بعدما كان متاخر ريال بيتيس، والزلزولي اللاعب المغربي اللي قدر انه يجيب ضربه جزاء كما كتشوفوا في هذه اللقطه. هذا هنا ما كاينش كما كنقولوا ما كاينش تسلل. حاولنا اننا نبسطوا للجماهير المشاهدين هذه اللقطه هذه بان التسلل لا يوجد اي تسلل في هذه اللقطه. كما كنقولوا اللاعب المغربي المتالق في هذه المقابله هذه استطاع انه يجيب ضربه جزاء، ولكن الغريب في الامر شنو وقع اليوم ان اللاعب المغربي الزلزولي بغى انه هو يسدد هذه ضربه جزاء، لكن بالليغريني كما كتشوفوا كما شاف الجميع انه حرم اللاعب المغربي الزلزولي من تسجيل الهدف التعادل. اولا لمصلحه الفريق، حنا لا نلوم المدرب بيليغريني لانه دائما كيكون في الفريق النجم الاول لتسديد ضربات الجزاء، والزلزولي ماشي هو النجم الاول لتسديد ضربات الجزاء. وهنا كما كتشوفوا اللقطه ان اللاعب المغربي كان غاضب على القرار ديال بيليغريني وقدروا انهم يسجلوا هدف التعادل، وهذا الشيء لمصلحه الفريق. برافو للزلزولي مره اخرى على الروح القتاليه ديالو. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.